السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ورجعنا لكم النهارده بفيديو جديد على قناه جرينجلي. والنهارده هنعمل اول حلقه في سلسله تجارب الاكل. اول حلقه في جبنا 3 من بسكوت مصري. 3 من بسكوت مصري. اول حاجه يا جماعه كده في السلسله جبنا 3 بسكوت مصري 100%، وهنجربه معاكم. لو طلع حلو هنقول لكم ان انتوا تشتروا البسكوت دوت. فيلا يا جماعه، دوت البسكوت بديل الاوريو المقطعه. فدوت يا جماعه اول حاجه اسمه مسمينه كريمه، مسمينه بسكوت كريمه لانه بيبقى فيه كريمه، هم مسمينه كده يا جماعه. فيلا هنبدا نفتحه معاكم. يلا، هو صغير كده يا جماعه، ب5 جنيه بالظبط، عشان برضو تبقوا عارفين الاسعار يا جماعه. ب5 جنيه. اول حاجه كده الشكل مبشر جدا، بس تحس اللي هو دارك شويه عن الاوريو. دارك قوي، مش دارك شويه. الاوريو تحس اللي هو الشوكولاته بتاعته او اللون البني بتاعه كان بني شويه، ده اسود حرفيا. دي اول ملاحظه يعني. وحلو، يلا نجرب. يلا نجرب يا جماعه. ريحته كويسه جدا. جميل قوي. المنتج ده يا جماعه اللي هو منتج كريمه، الشكل بتاعه اهو، ب5 جنيه بس. طعمه جميل جدا وقريب حرفيا للاوريو، قريب يعني من المقاطعة، المنتج المقاطعة. جميل وبديل كويس جدا لمنتج مصري. وشابوه ليكم يا جماعة. ويلا على المنتج التاني، يلا بينا. وهو من شركة جود داي. شركة جود داي يا جماعة عاملة بريدنج كويس، وعاملة البسكوت شكله حلو من بره يعني يا جماعة. ما نشوف بقى من جوه هل نفس الشكل ولا لأ. المفروض اللي هو بالفستق واللوز وحاجة كده جميلة. فيلا نبدأ نفتحها. العلبة من بره شكلها جامد، وهنبدأ نفتح ونشوف هل هو نفس الشكل فعلا ولا الشكل اللي بره ده مش نفس الشكل بقى جوه. يا جماعة ده نفس الشكل بالظبط، نفس الشكل اللي على العلبة بالملي حرفيا. ده بس مصغر وده كبير. حاجة جميلة. جود دي شكلها تبقى حلو. يلا نبدأ ونجرب المنتج. يلا بينا. هنبدأ ناكله. يا جماعة انت بتاكله كده بجد حرفيا، انت اول ما تقطم منه تحس ان انت كأنك بتاكل فستق ولوز وحاجات كده مع بعض، كلها مخلوطة مع بعض. جامد قوي. يعني شكله من بره تحس انه بسكوت عادي خالص سادة. حاجة جامدة بصراحة. على المنتج التالت، وهو منتج مصنوع بسكوت عادي خالص بس بالشوفان. دايجستيف، ماكفيتس دايجستيف، يا رب اكون نطقته صح. المنتج ده يا جماعة شكله كده مبشر بس مصنوع من الشوفان. ويلا بينا نشوفه. حاجة تقريبا صحية ومكتوب عليه السعرات اهي. سعراته قليلة جدا حرفيا، وفيه بروتين وفيه الياف، وجميل جدا. بسم الله. هو ده شكله. هل نفس الشكل اللي محطوط على العلبة؟ نفس الشكل يا جماعة اهو، عشان يجي لكم في الكاميرا. نفس الشكل حرفيا. حاجة جميلة جدا، وفعلا شكله من بالشوفان. يلا بينا نبدأ ندوقه. جماعة حرفيا كأنك بتاكل بسكوت عادي، ولا كأن ولا كأن في شوفان، ولا كأن في أي حاجة. العلبة كلها يا جماعة. وارجع لكم تاني. هتقولي انت تاني الفيديو على كده؟ اقول لك لا طبعا. هنبدأ ونقيم المنتجات اللي احنا جربناها. المنتجات اللي احنا جربناها في الفيديو. ده اول منتج، وده تاني منتج، وده تالت منتج. ويلا بينا نبدأ. استغربوا من اللي انا هقيمه، ولكن احسن واحد عجبني بتاع الشوفان اللي هو دايجستيف ده، احسن واحد. المركز التاني وهو شبيه الاوريو اللي هو بديل المقاطعة. المركز التالت وهو ده اللي بالفستق واللوز، جود داي. بصراحة يا جماعة شابوه جدا للناس اللي عملوا الثلاث شركات دول. حاجات بديل المقاطعة وجميلة جدا وكويسة، وتنافس في المقاطعة كمان يا جماعة. تنافس يعني الحاجات المقاطعة، ولازم نشجع منتج بلدنا وبس. وبكده نكون خلصنا معاكم
وكده نكون خلصنا معاكم اول فيديو في تقييمات الطعام او الاكل، وكان معانا هنا انواع بسكوتات. بعد كده هيكون في حاجات تانية كتير وانواع حاجات كتير بديلة للمقاطعة. وبس، لو عجبكم الفيديو وعجبكم المحتوى الجديد ما تنسوش تحطوا لايك، ونشوفكم في فيديوهات جديدة بإذن